السلام عليكم يا شباب، في الفيديو بتاع النهارده هنتعلم ازاي نعمل اليو اي انيميشن ده. اول حاجه بعد ما تفتح البروجكت بتاعك هتروح جاي عند الترس بالشكل ده ومخلي ديت يوز فيرتيكال ريزوليوشن، تعمل تشيك هنا وخلي ديت 30 فريم بالشكل ده. تمام. بعد كده تروح جاي وجايب الفيوجن كومبوزيشن بتاعتك وتروح فاتحها في التايم لاين. تروح فاتح الفيوجن طبعا، جايب باك جراوند ورابطها بالميديا اوت. تروح عامل الميديا اوت، خلي الباك جراوند بيضة ولا ايه. تروح جايب باك جراوند تانية ورابطها الباك جراوند الأولانية. تروح عامل ريكتانجل ماسك على الباك جراوند دي ذات نفسها. تمام. تروح معادل المقاسات بالشكل ده، تخليها بالشكل ده كده، وتروح مخلي الكورنر ريديوس بالشكل ده. تمام. تروح جاي عند فريم 20 وعامل تشيك ان لللايت وللويتس، وتروح جاي عند الزيرو ومقلل الهايت على الآخر. تمام. وتروح جايب الهايت هنا في السبلاين، وتروح عامل الاختيار ده كله، يعني اختار كل كيرفز، تروح تخليها اوت باك كيوبيك. تمام. بعد كده تروح جايب النقطة دي كده خلّيها مثلًا بالشكل ده كده. بُص كده معايا. تمام. تاني حاجة بقى وهي الtext اللي إحنا هنستخدمه. اكتب مثلًا in 2004 خلال الخط احذف Pro. احذف Pro فين؟ تمام. بعد كده تروح جاي عامل Ctrl C Ctrl Shift V هيظهر الinstance. الinstance ده يعني البديل ليه، أو يعني كل ما بيغيّر هنا بيغيّر حاجة هنا. تمام. وحوار كبير اعمل ورايا وخلاص. تروح أول حاجة جاي عند الshading وتروح عامل الenable دي instance وتروح عامل check out. بعد كده تروح ل5 وتعمل دي instance وتروح عامل enable. بعد كده تختار الاختيار ده تخلّيها words، فعّل بس الاختيار ده هنا وقلل الhorizontal ده بحيث إن هو يدّي فروق ما بين الحروف الكلمات. تمام. وزوّد الvertical ده سِنّة بسيطة. تمام. بعد كده ترجع للtext الأساسي وتفتحه في الfolder، تروح جاي عند الmodifier زوّد ديّة خلّيها مثلًا 0.8، جاي عند transform عامل words وجاي عند الframe 25 وحاطط key frame وهو عند الزيرو كده، وتروح رايح عند frame رقم 0 وتروح حاطط كمان key frame وجايب ديّة تحت كده شوية. تمام. بعد كده تروح رايح للshading وعامل opacity بالشكل ده، وتروح جاي عند الopacity هنا برضه عند frame 20 وحاطط key frame وترجع بقى عند الopacity frame 0 وتروح جايبها للزيرو على الآخر. تمام. وتروح رابط الاتنين دول ببعض. نفتح كده مع بعض. تروح جاي عند الspline اقفل الopacity الأول، خلّي الopacity أول حاجة، نقفل الاتنين التانيين دول. نروح عاملين الspline مخلّينه out cubic. تمام. نروح قافلين الopacity وجايبين الاختيار ده، اقفل الopacity بس أول حاجة، وتروح جاي هنا مخلّيها out back cubic وتروح مقللها شوية بالشكل ده. تمام. بعد كده تروح رابطه بالbackground هنا، تروح بقى مفعّل وضع كامل. أول حاجة تروح جايب بس الtext ده مكبّره بالشكل ده، وتروح جايب الrectangle دي وعاملها Ctrl C Ctrl Shift V ورابطها بالmerge ده. تمام. كده أكون عملت أول animation. تاني animation بقى. طب خلّيني بس الأول أشرح لك أنا عملت إيه، سريع كده. تمام. نشرح الfollower. قائمة الfollower دي الfollower يعني التابع رقم 1، يعني حاجة بتتبع حاجة. تمام. أول حاجة وهي الtiming. شايف الdelay هنا، يعني هيتباعوا بعد قد إيه، 8/10 ثانية والّا قد إيه، فاهم الفكرة؟ يعني إحنا عملنا بالwords يعني عملنا animation لكل كلمة. تمام. يبقى هو هيتباعوا بعد إيه بقى، الكلمة الأولانية
الكلمة التانية هتتبع الكلمة الأولانية بعد 0.8. كل ما بتزوّد الرقم ده، كل ما بيتأخّر في إن هو يظهر، تمام. وفي الtransform طبعًا هنا ما بيظهرش تحريكات عادية، يعني أنت لو عملت مثلًا كده مش هتلاقيه اتحرّك معاك، ليه؟ لازم تحط 2 key frame. يعني بُص، حُط مثلًا key frame هنا، وحُط key frame هنا، بُص كده، كده يبدأ يتحرّك معاك، بُص. لازمًا تحط key فريمين وتبدأ تحرّك على أساسه، غير كده ما ينفعش معاك، تمام. طيب إيه تاني معانا؟ الinstance control C control shift V، تمام. ليه بيظهر لنا instance اللي هي الإضافية، بمعنى لو عملت أنا تغيير هنا هيحصل نفس التغيير ده هنا، ولو عملت تغيير هنا هيحصل نفس التغيير هنا. طيب ليه أنا مستخدمه هنا بالinstance؟ عشان يعمل masking حوالين الmerge، بمعنى إن لو الtext كبير شوية، بُص كبر الtext تلاقي حوافه اختفت، تمام. قعدت بس نغيّر بس الbackground شوية، خلّيها مثلًا رمادي عشان ما تقولش إن اللون بيغطي. بُص كده، هتلاقي إيه، الtext اختفى من الأطراف، ليه؟ لإن الmasking واحد، تمام. بس كده، يا رب تكونوا فهمتوا. خلّينا بقى ندخل على الanimation اللي بعده، وهو نروح مثلًا جايين عند الframe رقم 40. أول حاجة بس خلّينا نجيب الmasking بتاعنا، جايين عند الheight وجايين عند الwidth، وبعد كده نروح رايحين للframe رقم 60، مصغّرين بقى الwidth ده بالشكل ده، والheight بقى مخلّينه بالشكل ده برضه، تمام. ونروح جايبين الtext بتاعنا، هو طبعًا نروح رايحين للrectangle بس الأول، مختارين الkeyframe'ين اللي إحنا عملناهم جداد دلوقتي، ومخلّيين ده is outback cubic، تمام. بُص كده على الanimation ده معايا، محتاج يقل شوية. نروح لspline تاني معلش، تروح رايح عند الwidth، تمام كده. تروح مختار الاتنين دول ومخلّينهم outback cubic، وتقلل ده بالشكل ده، وتقلل ده بالشكل ده. افتح الاتنين عشان الاتنين يعملوا نفس الanimation، تمام. بُص كده معايا، كده اتعمل مضبوط، تمام. هنخفيه، نروح رايحين للtext ده خافيينه من أول frame 40، وعند الshading خلّينا من عند الmerge، نخفيها من عند الmerge، اخفي، دوس تِك على الblend، بعد كده اخفيها عند الframe رقم 50. هات مثلًا من عند frame 45، ابدأ اخفيها، تمام. عند frame 50 وتروح خافيها بالشكل ده، بُص كده، تمام. نيجي بقى واخدين نفس الtext ده، عاملين له control C control V عادي، تمام. هيبقى معانا ده، نروح برضه ضايفينه لنفس الmerge، المرة دي جايبينه بالشكل ده، مغيّرين الكلام اللي جواه وخاليينه mark just يض تمام. قلل بس الtext ده شوية، وتروح برضه جايب له control C من هنا، control shift V، وتروح رابطها بالمرجية دي ذات نفسها، اعمل برضه masking عليها، تمام. طيب إحنا الanimation بتاعنا بيظهر مثلًا من هنا، فإحنا هنروح جايين بقى إيه، مستخدمين قايمة الكيفريمات بحيث إن إحنا نأخّر الanimation بتاعنا، نروح جايين للtext وجايين عند الkeyframe، وجايين هنا ونروح جايبينه بالشكل ده، بداية الanimation اللي إحنا عايزينه. بُص كده معايا، تمام كده.
لاحظ معايا إن أمّا بتيجي تستخدم الtools العادية، يعني مثلًا تزوّد حجم الtext، تقلّله، ما بيعملش أي تغييرات في الkey فريمات. ليه؟ لإن ده إيه، ما لهوش علاقة بالfollower. تمام، دي بتشتغل بطريقة مختلفة عنها. تمام، خلّينا نخرج بقى Fusion برّه ونروح بس قاسمين الfusion ديّة، نعمل control B عشان نقسمها، نروح داخلين هنا عشان إيه، لو أنت جهازك بيعلّق والّا حاجة يبقى الanimation خفيف عليه. تمام، تروح بقى جاي ماسح مثلًا الtext ده مثلًا، ماسح كمان الtext ده، ماسح المرجاية ديّة، نروح بقى جايين إيه، من عند الframe مثلًا 90 لغاية الframe 110، نروح جايبين الrectangle وعاملين على الwidth، ونروح راجعين تاني لframe 90، ونروح بقى المرة دي للwidth ونقلله، نخليه بالشكل ده. تمام، نروح فاتحين الspline، جايين عند الفريمين اللي إحنا ضفناهم جداد وعاملينهم is out back cubic. تمام، بُص كده معايا، نروح جايين مثلًا عند الframe رقم 98، نروح خافيين الtext اللي معانا، سايبين الblend بالشكل ده، نروح واخدين نفس الtext ده، نعمل له control C control shift V، رابطينه بالmerge الجديدة، كاتبين no company company بالشكل ده. تمام، نروح جايين جايبين background، نروح جايين عاملين له masking، عاملين نفس مقاس الشكل القديم، عاملين له corner radius، رافعينه فوق بالشكل ده. تمام، بعد كده نروح جايين بقى ضابطين الكيفريمات بتاعتنا عند frame 100 مثلًا، frame 110، خلّينا عند 110، وحاطين key frame عند الwidth بعد frame 125 عند الwidth برضه، نروح جايين هنا خاليينها 0، نروح رايحين للspline خاليينها outback cubic، كده نروح نازلين بالشكل ده، كده بقى معانا المربع التاني. نرجع بس نعدل الmerge اللي إحنا كنا عاملينه، وبالعكس خلّي ديّة عند ال100، خلّيني ديّة 0. تمام، بُص كده، ده التاني، نعمل برضه control C control shift V ورابطينه بالmerge اللي بعدها، ونروح جايبين الmask ده جايبينه تحت بالشكل ده. تمام، نروح جايين عند frame 125، نروح جايبين ومخلّيين الكيفريمات تبدأ من عند ال125 بالشكل ده. بُص كده معايا، آخر حاجة بقى معانا وهي الtext، أروح جايبين ده عاملين له control C control V يعني copy paste ونروح رابطينه بالbackground التانية power مثلًا، ده بيبدأ عند الفريم رقم كام؟ 110، يبقى الtext هنا الanimation بتاعه يبدأ عند الفريم 110 هو كمان، ونروح عاملين برضه نفس الcopy paste ونروح ضايفينها للbackground ديّة، خاليينها no money، ونروح جايين مخلّينها عند الفريم 125 بالشكل ده، ونروح جايين عاملين كل ده عند الفريم 125.
خلّينا نبدأ عند frame 125 هنا، هنا مثلًا، وبس كده. بُص كده معايا، حاجة أخيرة وهي الtext animation ده خلّينا نعدّله ونجيبه من البداية هنا، نخلّيه مثلًا من الشكل ده. بس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل like وfollow عشان تشوف فيديوهاتي الجديدة، إن شاء الله هانزّل tutorials أكتر الفترة الجاية، وبس كده، سلام.